لحد ما في يوم دخلت آخد شاور بعد ما نيمت ابني، وقلت يعني أخش بسرعة كده قبل ما يصحى تاني. أصل انتوا عارفين الولاد في السن ده نومهم بيبقى عامل زي نوم القطط بالظبط، أقل حاجة بتصحيه. قلت أدخل بسرعة وبعدين أرجع له، وفعلا دخلت آخد شاور. لكن بعد ما خلصت وجيت أطلع من الحمام افتكرت إن أنا نسيت كل هدومي في الأوضة، ومن استعجالي دخلت الحمام أخدت شاور من غير حتى ما أخد أي فوطة معايا ولا أعمل حسابي في أي هدوم. ما كنتش عارفة أعمل إيه. قلت أنا هخرج بسرعة من باب الحمام على أوضتي بسرعة، ووقتها أقفل باب الأوضة. وفي الوقت ده كان ابني بيعيط، وأخويا سمع عياطه ودخل الأوضة عندي علشان يسكته. وأنا وقتها من كتر لخمتي إن أنا عايزة أدخل الأوضة بسرعة ما حسيتش ولا خدت بالي من وجوده، وإن هو موجود معايا في نفس الأوضة. جريت من الحمام على أوضتي وقفلت على نفسي. وطبعا كنت خارجة من الحمام وأكيد انتوا فاهمين، ولسه بلف علشان آخد هدومي لقيت أخويا واقف قدامي. ما كنتش عارفة أتصرف، كنت واقفة قدامه كده وأنا زي ما أنا، وحتى الكلام مش قادرة أتكلمه، وكنت مكسوفة جدا جدا. لقيته وقتها قرب لي وابتدى يعني إن هو يقول لي كلام غريب أول مرة أسمعه منه. ساعتها ما حسيتش بأعصابي ولا عرفت ألتم عليها، وحصل بينا حاجات كتير وقتها. أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم قناة نورهان ستوريز. هنقدم لكم أحلى القصص. علشان كده يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان نوصل 1000 مشترك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ. بتحكي صاحبة القصة دي وبتقول: أنا ليلى، عندي 24 سنة، بنت جميلة جدا جدا، ماليش غير أخ واحد. أمي وأبويا سابونا صغيرين، واللي ربتنا هي عمتي. عمتي هي اللي تعبت وكبرتنا لحد ما بقينا كل واحد فينا كبير بما فيه الكفاية، ويقدر يصرف كمان على نفسه. وبصراحة أخويا هو اللي جهزني، خصوصا بقى لما ابتديت أكبر وابتدوا يهلوا العرسان علينا. وبعد فترة اتقدم لي عريس مناسب، وافق أخويا عليه واتخطبت له. وبصراحة جهزني أحسن جهاز، هو اللي كان مسؤول عن كل احتياجاتي. واتجوزت، وفضل هو عايش في شقة أبويا وأمي لوحده. كنت ما بين وقت والتاني بروح له أخدمه وأشوف كل احتياجاته، وكمان كنت ساعات بطبخ له بالأسبوع ولا حاجة علشان كان طول الوقت أكله من بره. وبصراحة كنت بلح عليه كتير جدا إن هو يتجوز، لكن هو كان بيرفض، معرفش ليه. كان دايما بيقولي إن أنا مش بتاع جواز، أنا عايز أفضل كده لوحدي. وعدت الأيام لحد ما أنا بقيت حامل، ومرت شهور حملي، وجيت وقت الولادة. أخويا طلب من جوزي إن أنا أروح أكمل يعني بقية النفاس بتاعي في بيت أبويا وأمي، وإن ده اللي كان المفروض يتعامل وقتها. جوزي قال له إن هو مش حابب يعني يتعبه، وإن هو عايز يفضل معايا أكتر وقت ممكن، وإن مين هيخدمني ويرعاني وأنا لوحدي. إنما في بيتي مامته هتيجي، أخته هتيجي، أي حد. أخويا قال له إن البيت مفتوح في أي وقت، ولو حد فيهم عايز يساعدها يتفضل، لكن أنا صدقني مش هقصر مع أختي. ورحت أعيش مع أخويا الفترة دي، قعدت تقريبا حوالي شهرين هناك. وطول الشهرين دولت كنت بلاحظ إن أخويا يعني معايا مش زي الأول. كنت بحس كده إني يعني كنت ساعات بحتاج وضروري إن أنا مثلا لما أغير هدومي أسند عليه أو يساعدني في حاجة، أو حتى يناولني حاجة مش طايلاها. كنت بحس إن هو بيتعامل معايا بطريقة غريبة، أول مرة أشوفه بيتعامل معايا بالطريقة دي. وكمان كنت بحس إحساس غريب، زي ما يكون يعني راجل غريب عني. أكيد انتوا فاهمين، أنا مش عارفة أوضح أكتر من كده. كنت بتكسف قوي 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 في وجوده، وطلبت من جوزي أكتر من مرة إن هو يجي ويحاول يروحني بيتي بأي طريقة. لكن في كل مرة أخويا كان بيرفض، وبيقول له مستحيل أختي تسيب البيت غير لما تبقى كويسة جدا جدا. هو ده مش كانت هتفضل قاعدة فيه لو أمها أو أبوها عايشين. وطبعا جوزي كان بيتكسف، علشان كده كان بيسيبني قاعدة، وأنا ما كنتش عارفة أعمل إيه. لحد ما في يوم دخلت اخد شاور بعد ما نيمت ابني، وقلت يعني أخش بسرعة كده قبل ما يصحى تاني. أصل انتوا عارفين الولاد في السن ده نومهم بيبقى عامل زي نوم القطط بالظبط، أقل حاجة بتصحيه. قلت أدخل بسرعة وبعدين أرجع له. وفعلا دخلت اخد شاور، لكن بعد ما خلصت وجيت أطلع من الحمام افتكرت إن أنا نسيت كل هدومي في الأوضة. ومن استعجالي دخلت الحمام أخدت شاور،
من غير حتى ما اخد أي فوطة معايا ولا أعمل حسابي في أي هدوم. ما كنتش عارفة أعمل إيه. قلت أنا هخرج بسرعة من باب الحمام على أوضتي بسرعة، ووقتها أقفل باب الأوضة. وفي الوقت ده كان ابني بيعيط، وأخويا سمع عياطه ودخل الأوضة عندي علشان يسكته. وأنا وقتها من كتر لخمتي إن أنا عايزة أدخل الأوضة بسرعة ما حسيتش ولا خدت بالي من وجوده وإنه هو موجود معايا في نفس الأوضة. جريت من الحمام على أوضتي وقفلت على نفسي. وطبعا كنت خارجة من الحمام وأكيد انتوا فاهمين. ولسه بلف علشان آخد هدومي لقيت أخويا واقف قدامي. ما كنتش عارفة أتصرف. كنت واقفة قدامه كده وأنا زي ما أنا، وحتى الكلام مش قادرة أتكلمه، وكنت مكسوفة جدا جدا. لقيته وقتها قرب لي وابتدى إن هو يقول لي كلام غريب أول مرة أسمعه منه. ساعتها ما حسيتش بأعصابي ولا عرفت ألتم عليها، وحصل بينا حاجات كتير وقتها. حسيت إن أنا في دنيا تانية غير الدنيا، مش قادرة أسيطر على أعصابي ولا عارفة حتى أقوله خلاص بلاش نعمل كده. ما كنتش قادرة أنطق ولا أتكلم، كنت سايباه بس ومش بعمل أي حاجة. وبعد ما كل حاجة خلصت أخويا خرج من الأوضة وأنا فضلت قاعدة جنب ابني، وكنت مصدومة مش مصدقة إن أنا وأخويا عملنا كده. طب إزاي؟ إزاي اللي حصل ده؟ أنا بجد هتجنن. أنا عارفة إني غلطت، لكن غلطي ده مش غلطي لوحدي. أنا عارفة إن أنا كان المفروض إن أنا أرجع بيتي ومخلوش يتحكم إن أنا أفضل قاعدة، لكن هو ده اللي حصل، وبرضه غصب عني ده حصل. وأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه. أنا بجد حاسة إن أنا مش طايقة نفسي وقرفانة من نفسي، ومش عارفة حتى إن أنا أحط وشي في وش أخويا تاني. ومن ساعتها أخدت ابني، وكل ما أخويا يتصل بيا ما بردش عليه، ومش عارفة هفضل مقاطعاه لحد إمتى. حد عنده حل لمشكلتي؟ يا ريت اللي عنده حل لمشكلتي يفيدني ويقول لي أعمل إيه وأتصرف إزاي. كانت معكم نورهان ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.